الآن نأتي ذكر الله أين فسره جل جلاله في كتابه المجيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري. هسه الصلاة شنو؟ جاوبني. الصلاة ما هي؟ ذكر الله. قال لي أنت اذكرني، وإذا ذكرتني راح تكون مطمئن. أولا سؤال: يا ابن آدم لبيك سيدي، أنت تريد تكون آمن ومطمئن؟ طبعا سيدي لا شك ولا ريب، مو يولا. تريد تكون آمن ومطمئن؟ لو مبعثر وحش السامع مخربط ومشتت البال وتايه الراي، يصير هذا؟ تريد هكذا؟ لا، كلا وألف كلا. إذن تريد الاطمئنان؟ نعم. قال اذكرني. كيف أذكرك؟ وما هو ذكرك؟ قال صلي وأقم الصلاة شنو؟ لذكري. إذن الصلاة هي ذكر الله جل علاه. بمعنى آخر الصلاة هي ماذا؟ هي الاطمئنان. مو ألا بذكر الله شنو؟ تطمئن القلوب. وأقم الصلاة لذكري. إذن الصلاة ما هي؟ الصلاة ما هي؟ هي الاطمئنان. يعني نروح للنتيجة برأسا. لاحظ كيف؟ جيد. بعد شيخنا أكو خادمك. التفتوا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا. أهل البيت يقولون إذا، وهم يطبقون هذا الكلام، يقول إذا قرأ في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا، أو سمع أحدا يقول يا أيها الذين آمنوا، شو يقولون؟ يقولون لبيك سيدي. هذا خطاب يا أيها الذين آمنوا. أكو أمر راح أوجه لك إياه، أكو إرشاد راح أوجه لك إياه، أكو نصيحة التفت لها. واضح؟ النوب منا وغاد. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو أنت تقرأ يا أيها الذين آمنوا، شو تقول؟ تقول له لبيك سيدي. لاحظ. جيد. يا أيها الذين آمنوا، أنا وياكم، لبيك سيدي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شو تسوون؟ فاسعوا إلى ذكر الله. هسه عرفت شنو ذكر الله؟ شنو ذكر الله؟ أي صلاة؟ صلاة الجمعة اللي ما حد يروح لها للأسف الشديد. شيخنا اللي يصلون جمعة ذولا ما يعجبوني، مو من ربعي. مو ولا ذولا يصلون جمعة ايش بيهم؟ مو من ربعي. زين انت رايح لربعك لو رايح لله؟ هاي الصلاة مالت الله لو مالت ربع منه؟ لو مالت فلان وعلان؟ صلاة الجمعة ذكر الله لو ذكر فلان وعلان؟ شو تقولون؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة منين؟ من يوم الجمعة. إذا أذن آذان الجمعة شو تسوون؟ فاسعوا إلى أين؟ إلى ذكر الله. ما لك علاقة بفلان وعلان، ما لك علاقة بداود، ما لك علاقة بشيخ كذا، ما لك علاقة أبدا. أنت وين رايح؟ إلى أين ذاهب؟ إذا أنا أنظر لله بعد داود وأمثال داود بعين الاعتبار. وشنو داود أمام الله سبحانه وتعالى؟ خادمك داود الصغير، صح لو مو صح؟ خلي يمثل جهة منه. أنا إلمن رايح، إلمن جاي، إلمن ساعي؟ لذكر الله جل جلاله حتى أطمئن. هسه وضحت القضية لو ما وضحت؟ جيد. هذا قلت لك باختصار شديد. فالتفتوا أيها الأحبة، التفتوا أيها الأخوة. أين بعد شيخنا ذكر الله؟ هل بينه في كتابه المجيد؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون. إذن القرآن ايش بيه؟ ماذا هو؟ هو ذكر الله. لاحظوا النوب راح يحولك إلى أين؟ راح يحولك إلى شخصيات هذول طهرهم رب العزة جل جلاله وجعلهم أهلا للذكر. وجعلهم شنو؟ أهلا للذكر. لا تأخذ من غيرهم أبدا. إذا أخذت من غيرهم تعثرت وتنكبت وخسرت وخرمت أبدا إطلاقا. اسمع الصادق شو يقول سلام الله عليه. اسمع، يقول بلية الناس علينا عظيمة، وأيضا واردة عن الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم نور واحد. يقول بلية الناس علينا عظيمة. ليش سيدي؟ يقول احنا ابتلينا بلوى بالوادم. ليش مولاي؟ والله هذا الكلام جدا مزعج أيها الأحبة. أيها الأحباب، الإنسان الذي يريد أن يكون سعيدا في الدارين قرير العين شريفا لطيفا منيفا عفيفا زكيا نقيا تقيا يخدم تراب رجلين المعصوم، وإذا الإمام بغصة يقول بلية الناس علينا عظيمة. الله أكبر. ليش مولاي؟ يقول إن أرشدناهم لا يأخذوا بنا. للأسف الشديد إن أرشدناهم ايش بيهم؟ لا يأخذوا بنا. اسمع هنا محل الشاهد، يقول وإن تركناهم لا يهتدوا بغيرنا. ملتفت؟ إن تركناهم راح نعوفهم بالله، راح يهتدون؟ ها؟ أبدا. لا يوجد هادي مهدي غير محمد وآل محمد أبدا. لا تبخل بالدعاء لحبيب قلبك المهدي. لا تبخل بالدعاء لحبيب قلبك المهدي. أرجوكم لا تبخلوا بالدعاء لحبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه. التفتوا أيها الأحبة. يقول جل جلاله وعم إفضاله. وين شيخنا؟ انت قلت راح يحوله علما؟ ها؟ ذكر الله وين راح يحوله؟ راح يخليه على في عاتق أشخاص، لكن هؤلاء هيأهم هذبهم رتبهم طيبهم، لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم. لاحظوا، وهم ككتاب الله لا ريب فيه. هؤلاء لا ريب فيهم أبدا، ما فيهم شك أبدا إطلاقا. وجعلهم عدلا لكتابه، وجعل وصية الحبيب المصطفى فيهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ذكر الله أين أيها الأحباب؟ جعله الله جل جلاله وعم إفضاله في الأئمة الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين طهرهم تطهيرا وأذهب عنهم الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا. فاسألوا أهل الذكر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت منه؟ أهل الذكر. لاحظوا، احنا مو قلنا القرآن يفسر بعضه البعض الآخر ولا؟ أهل الذكر منهم اللي هم طهرهم الله تطهيرا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمن من تمسك بكم وفاز من لجأ إليكم. مو يقول له فزتم وطبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم. ذولا منه أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تمسكوا واقعا ومنطقا وصدقا بالطاهرين الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد شنو عندنا أيها الأحباب؟ ذكر الله هو الدعاء، ذكر الله هو تسبيح الزهراء، واذكروا الله ذكرا كثيرا. يسأل الصادق صلوات الله وسلامه عليه قالوا له ما الذكر الكثير؟ قال هو تسبيح أمنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.